ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا عرفتوا هنعمل ايه النهارده، انتوا شفتوا. هنعمل طاقية السلطان او البريوش. النوع ده من المعجنات اليومين دول طالع ترند وعليه كلام كتير جدا، وكله عمال يقول يا ترى مين اللي عملته الاول، يا ترى مين اللي طلعته ترند. فانا قلت بقى ما جاتش عليا اعمله انا كمان. طريقته سهله جدا وسريعه، وهنعمله بطريقتي، هعمله بطريقتي انا ان شاء الله. بس هنعمله بقى من غير بيض وبطريقه مختلفه شويه، وباذن الله جميل جدا وهيعجبكم. بس قبل ما نبدا الفيديو، دي قناتي واسمها سكر ودقيق، ما تنسوش تشتركوا في القناه ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. يلا نبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه هنعملها، هنجيب كوبايتين حليب دافيين، او كوبايتين ميه، او كوبايه ميه وكوبايه حليب، مش بالضروره بالظبط يعني. وهنحط عليهم معلقتين سكر ومعلقتين خميره، او كيس خميره اللي هي الخميره الفوريه دي. وهنقلب بقى، هنبدا نقلب لحد ما نلاقي ايه، الخميره طلعت فقاقيع كده، نعرف انها شغاله وتمام. نبدا نحط عليها بقيه المكونات. طبعا انا بقلبها كده بالمضرب اليدوي. تمام كده. هنحط بقى عليها الملح ونكمل تقليب. طبعا احنا بنحط مكوناتنا كلها واحنا بنقلب، وهنحط كمان معاها شويه خل. طبعا الخل دوت بيدي العجينه انها بتبقى هشه وطريه جدا وجميله. ونحط نص كوبايه زيت، بس يكون زيت نوع نضيف ملوش ريحه خالص. اهم حاجه في زيت المعجنات انه يكون نوع نضيف. وانا كمان حطيت حليب بودره، انا بحب احطه المعجنات لانه بيعزز الطعم وبيديها طعم جميل جدا. يبقى دي المكونات بتاعتنا كلها، اللي هي ليه احنا حطيناها الاول قبل الدقيق. بعد كده بقى هنجيب حوالي 3 كوبايات دقيق. هننخل الدقيق الاول زي كل مره، وكل فيديو في معجنات بقول لكم انا بنخل الدقيق مرتين، مره في الاول وبعد كده لما باجي احطه بنخله تاني، لان من اهم او من اساسيات المعجنات انك انت تنخلي الدقيق. هبدا بقى اقلبه، بحطه بالتدريج وابدا اقلب لحد ما العجينه يبقى شكلها كده قدامنا، ونبدا بقى نعجنها. طبعا اي عجينه بتعجنيها بايدك لازم بتاخد حوالي 10 دقايق، حوالي 10 دقايق عشان خاطر تقدري ايه، تاخد وتدي يعني. يعني تبقى العجينه تمام مظبوطه، تديها حقها في العجن يعني. بعد بقى ما بنعجنها زي ما قلت لكم 10 دقايق تاخد حقها في العجن، بنجيب بقى البوله بتاعتنا وبندهنها زيت، وبعدين نحط فيها العجينه ونغطيها بفوطه او بكيس بلاستيك وفوطه. وبعدين بنسيبها شويه. طبعا احنا الجو بره حبه، فايه بنسيبها حبه مثلا حوالي ساعه ونص. هنطلعها بقى كده. شايفين كانت هشه ازاي؟ نبدا بقى نفرغ منها الهواء بالشكل ده، ونطلعها هشه جدا معانا وطريه. هقسمها بقى نصين، هعمل نص بني ونص هسيبه ابيض زي ما هو. البني دوت هجيب له كاكاو من عند العطار او من عند مستلزمات الحلواني، بتقولي له اللي هو كاكاو من غير سكر، مش كورونا والحاجات اللي في العلب دي، لا انت بتقولي له عايزه مثلا ب10 جنيه او ب5 جنيه زي ما تجيبي. كاكاو انضف حاجه في الكاكاو، كاكاو الاسباني. تمام كده. بنبدا بقى نعجنه ونحط عليه معلقه زبده او معلقه سمنه بدرجه حراره الغرفه طبعا. ونبدا بقى ايه، نقلب فيه لحد ما يبقى اللون بتاعه بني كده. يبقى العجينه الاولانيه بتاعتنا لما ضفنا عليها الكاكاو بتاعنا والسمنه بقى شكلها ايه، زي ما انتم شايفين كده. وهنجيب بقى العجينه البيضه بتاعتنا برضو نحط لها حته زبده او حته سمنه، ونبدا ايه، نقلبها. هنقلب كده العجينتين مع بعض، ونحط بقى دقيق على الرخامه بتاعتنا او على مفرش العجين زي ما انت بتستخدمي. ونبدا بقى ايه، نفردها بالنشابه. وانا المكان عندي مكان الرخامه مش واسع، فتعبتني شويه في انها تتفرد يعني. فردتها بقى بالشكل دوت، وحطيتها على جنب. وهجيب بقى العجينه البني برضو، وهنفردها. العجينه معانا طريه جدا وعامله كده ايه، بتشد يعني، ما زي البلاستيك كده. طالعه بجد عجينه ممتازه قوي. فردتها وخلصتها. هجيبها بقى واحطها ايه، هي اتقطعت مني كده بس انا هظبطها عادي جدا. بتظبطيها بقى ايه، عادي بتشديها وتظبطيها، وتبداي بقى تفردي الاتنين على بعض بحيث ان هما الاتنين يبقوا ايه، قد بعض. هتفرديهم بالنشابة على بعض، وتحشيها بقى اي حاجة عندك. ممكن شوكولاتة سايلة، ممكن سوداني لو عندك سوداني بتجيبيه وتدقيه كده شوية وتحطيه دوت. شوكولاته شيبس، اي نوع من انواع الحشوات عايزة تحطي فيها حطيه. وممكن تعمليها من غير حشوات، بس الحشوات بتديها طعم جميل يعني، الحته اللي يبقى فيها الحشوه كده يبقى طعمها جميل. وهنبدا بقى نلفها، نقفلها معانا ونلفها بالشكل ده.
هقفلها الاول كده عشان الحشوه اللي فيها اللي هو السوداني يعني ما ينزلش منها. والفها بقى اسطوانيه، ببدا ايه الفها دايره كده اهو بشكل اسطواني كده معانا. وهنبدا بقى الجزء اللي تحت دوت نقطعه كده ايه، نقطع منه جزاء بالشكل ده. طبعا الحته اللي هنقطعها كده شرايح بالشكل دوت هي الاصغر مش الكبيره، الكبيره اللي فيها الحشوه اللي فوق. طبعا يا جماعه هي حاجه عاديه جدا، مش احسن حاجه في المعجنات، بس عشان هي طلعت ترند او طلع عليها كلام كتير فعشان كده اتشهرت وكل بيعملها. نبدا بقى نبرم العجينه كده. طبعا ان شاء الله مش هتقطع معانا لان هي العجينه ايه طالعه مظبوطه، بتطلع بقى بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. هنبدا نكمل اللف بتاع العجينه اسطواني كده، وهنقفلها برضو من الجناب عشان ما تفكش. وهنجيب بقى الصينيه بتاعتنا، انا هحطها في صينيه مقاس 24. هنحط لها شويه زيت او شويه سمنه وحبه دقيق تحت، او لو عندك ورق زبده حطي ورق زبده، مش لازم من الحاجات دي، لكن عشان ما عنديش فحطيت ايه شويه زيت وشويه دقيق. وابدا بقى احطها وشلتها حطيتها بالشكل دوت، وهسيبها بقى هغطيها واسيبها تاني تخمر كمان مره، تخمر كمان شويه. انتوا عارفين العجين لازم بيريح كتير. بنطلعها بقى بنشيلها بعد الخمران دوت، بندهن الوش بتاعها، بنجيب صفار بيضه وحليب ونحط عليهم شويه خل وشويه فانيليا طبعا عشان الريحه، وندهن الوش بتاعها. وبعدين نحطها في فرن. طبعا انتوا عارفين فرن المعجنات ما بيقلش عن 180 درجه زي ما قلنا قبل كده، 180 درجه ل 200، ونحطها حوالي ربع ساعه او تلت ساعه. اما بتطلع بندهن الوش سمنه سايحه او زبده سايحه يعني، ونغطيها بفوطه تكون منديه ميه. يعني ايه منديه؟ يعني مبلوله ومعصوره جامد جدا، ونسيبها حوالي 10 دقايق. ليه؟ عشان تبقى طريه، لان لو سيبناها مكشوفه كده هتبقى ناشفه. طبعا بعد 10 دقايق انا بطلعها اهو من الصينيه وقلبتها في الطبق. شايفين بسم الله ما شاء الله ما لزقتش، عامله ازاي من تحت، يعني السوا بتاعها ممتاز جدا جدا. هنبدا بقى نقطعها زي ما قلت لكم، هي طريه عشان خاطر حطينا عليها غطيناها وكده. هنبدا بقى نقطعها وشويه شاي حلوين كده نشربهم معاها، وكده نبقى عملنا طاقية السلطان بدون اي افتكاسات وبطريقه سهله. وان شاء الله اتمنى الفيديو يعجبكم وتجربوا الوصفه وتقولوا رايكم فيها، واشوفكم ان شاء الله في فيديوهات جديده.